اجتمعنا نحن في المكتب السياسي للجبهة الوطنية وحددنا 10 شروط مختلفة كثيرا عن شروط السيد الصادق، ولكنها جماعها شروط ديمقراطية، ووقعناها جميعا. وقعتها أنا ومعي السيد أحمد زين، ووقعها الصادق المهدي عن حزب الأمة، ووقعها عثمان عن الأخوان المسلمين، ووقعها محمود صالح عثمان صالح عن المستقلين. عثمان صالح نعم. عثمان خالد وقعها عن الأخوان المسلمين، ومحمود عن نعم. ثم كونا لجنة قانونية لصياغة هذه المقترحات 10، وكانت اللجنة القانونية مكونة من الأستاذ أحمد زين، والأستاذ فاروق البرير، والأستاذ شريف التهامي، والأستاذ عثمان خالد. وصاغت هذه اللجنة مذكرة مكتوبة وممورة، وتسلمها أمامنا جميعا السيد الصادق، وقال أن هذه هي جماع مفاوضتي، إذا وجدتها فسأرجع عليكم بها، وإذا لم أجدها فليس هناك تفاوض ولا مفاوضات. ولم يجري ذكر لكل هذا إطلاقا. ثم استمعنا بعد ذلك المغالطات التي استمع لها آلاف السودانيون. يقول النميري أنا ليس هناك شروط، وليس هناك اشتراطات، وليس هناك اتفاق، وليس هناك مفاوضات إطلاقا، ويصر على ذلك. ثم يقول الصادق أنا لدي شروط، ويسأل هل هي مكتوبة فيقول لا هي مقالة. واستمر هذا النقاش فترة طويلة. النميري يقول لا شروط، والصادق يقول هناك شروط مقالة، والوسيط الذي حضر يحدد أنه لم تكن هناك شروط إطلاقا، لا في بورسودان ولا بعدها ولا قبلها ولا عندما كلفه شريف التهامي وكلفه عبد الحميد صالح بهذه المصالحة. وأخيرا وفي اجتماع أخير اجتمع النميري والصادق المهدي في منزل فتح الرحمن البشير، وقال له نميري أنت تقول هناك شروط وأنا أقول ليست هناك شروط، دعنا لا نتغالط، أنا لا أعرف لك شروط، ولكن دعنا نكلف لجنة لكي تبحث مسائل أخرى، وندع المسائل الأخرى للمستقبل. فألفت لجنة كان فيها عبد الماجد، وكان فيها اللواء عمر الطيب، وكان فيها عمر نور الدايم، وكان فيها عمر عديل. وبحثت هذه اللجنة مسألة استرجاع الدائرة ومباني الدائرة واسترجاع محلج ربك ومعصرة ربك، ومسائل مالية ومسائل مادية ومسائل لا علاقة لها إطلاقا بالكفاح الوطني ولا بمسيرته. كل هذه المحالج كانت موجودة عندما دمرت الجزيرة عبا، ولم يعبأ بها شخص إطلاقا. وهذه المفاوضة الآن هي مفاوضة لاسترجاع ممتلكات أو إيجارات ممتلكات أو مسائل مادية خاصة أو تعويضات أو مزارع جماعية أو مزارع أخرى أو ما فات السيد الصادق أن يشترك فيه في مسالب هذا النظام وفي مكاسب هذا النظام طوال ال10 سنوات السابقة. ليست هناك مصالحة وطنية إطلاقا، ولا يستطيع أن يدعي السيد الصادق أن هناك مصالحة وطنية. هناك مصالحة شخصية حول محالج ودوائر وممتلكات لا علاقة لها بمسيرة الحركة الشعبية الوطنية. يمكن